السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرة مع حلاوة الكرامة في لقاء جديد. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة حابب أنوه على حاجة بسيطة. النهاردة احنا ما عملناش مباراة الأهلي وريال مدريد لظروف خارجة عن إرادتي، وآسف لو أنا أخرت عليكم في أي ماتش، بيبقى غصب عني والله. النهارده هنتكلم في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد. الناس اللي هتقول لي انت بتهرب من ماتشات الاهلي وتيجي لماتشات الزمالك، والله انت حظكم معايا كده. من ساعة ما عملت القناة دي وبدأت اقول يا كلام الزمالك مش خالص له مشاكل، انا بفكر اقفل القناة عشان خاطر نادي الزمالك. والله يا جماعة الزمالك كذا ماتش ورا بعضيه انا مش عارف القى له حلول. تعبت معاهم، حاول ان انا اخش شمال ويمين عشان افهم هما بيعملوا ايه، مش فاهم اي حاجة. نخش في الموضوع على طول عشان ما نطولش على حضراتكم. النهارده الزمالك بقياده البروف بدأ بطريقه 3-4-3، رجع لطريقته القديمه اللي كان بيلعبها المواسم اللي فاتت. لعب في خط الدفاع الليبرو كان محمد عبد الغني، جنبيه طارق وجنبيه حسام عبد المجيد. اتنين مركز 6 في نص ملعب دونجا، وكان بيلعب جنبيه السيسي. بيلعب على الجناح اليمين عمر جابر، وعلى الجناح الشمال كان بيلعب ابو الفتوح. 3 قدام، يمين زيزو، شمال نيمار، وراس حربة الجزيري. قبل ما اخش في تكتيك المباراه وسيناريو المباراه، الزمالك عنده مشاكل اداريه من الطراز الاول لثالث فيديو ورابع فيديو وخامس فيديو. هقول الزمالك كل اللي فيه ده اداري قبل ما يكون فني، عشان نبقى متفقين على دي من الاول. الزمالك اداريا متخبط جدا، صفقات مفيش، فضل لعيبه، فضل فرقه من قوام لعيبته الاساسيه، خرج كل اللعيبه خارج تركيزها، حطهم في مشاكل من الخارج. ونبدا في الموضوع الاساسي وتكتيك المباراه. البروف النهارده غير تكتيك المباراه. اخر مباراتين للزمالك مع اسامه نبيه، مباراه فيوتشر كان بيلعب ب 4-2-3-1 وقدم اداء محترم الشوط الاول، ووصل ان هو كسب 2-1 وعرف ياخد اللي هو عايزه من المباراه. جينا في مباراة فاركو، الزمالك لعب ب4-3-3 وكانت الأداء مش على قد الحال، وخسر المباراة بأداء ونتيجة. رجع النهاردة البروف للقيادة الرسمية لنادي الزمالك ولعب بطريقته المعتادة 3-4-3، الطريقة القديمة اللي كان بيلعبها من فترة. الموسم اللي فات كان بيلعب بالطريقة دي، بس الطريقة دي أرى بلوزداد غلط. تعال نبص على بلوزداد الأول قبل ما نتكلم على الزمالك. شباب بلوزداد بيلعب ب4-3-3. شباب بلوزداد عنده ميزة متوفرة فيه، الفرقة دي لعبة 15 ماتش في الدوري الجزائري، كسب 11 ماتش ومتعادلة 4 ماتشات ومش خسرانة حاجة. تمام؟ خد بص بقى جابوا كام هدف في 15 مباراة. جابوا 27 هدف وداخل فيهم 8 اهداف بمعدل نص هدف في المباراة. يعني الفرقة دي قوية بدنيا وقوية دفاعيا ومتنظمة، تنظيم دفاعي كويس، وبتقف على الخطوط كويس، ومعاهم حارس محترم. انك تلعب 15 مباراة يخش فيك 8 اهداف، انت فرقة محترمة. معاهم مدرب تونسي ومتوغل في الكرة الافريقية وعارف خبايا الكرة الافريقية، معلم لاعيبته ازاي تعرف تكسب حتى لو انت مش في احسن حالاتك. بص بقى للزمالك، هتلاقي الفرقه بالتكتلات الدفاعيه دي وقوتها الدفاعيه دي المفروض تبقى عندك النجاعه الهجوميه. الزمالك ما عندوش كده. ليه؟ البروف بيلعب ب5 يعتبر على خط واحد. النهارده فتوح غايب، اديله الملعب، اديله فتره، مفيش زياده عدديه خالص، مأثر عليه. الناحيه الثانيه عمر جابر حدث ولا حرج، كده كده ما عندوش زياده عدديه، حلو انه بيقفل دفاعيا شويه. تعال بص بقى الحته اللي قدام. زيزو النهارده كل 3 دقائق بيتحرك من مكان لمكان. محدش هيقول لي زيزو كان بيلعب جناح يمين ولا جناح شمال ولا تحت راس الحربه، محدش فاهم هو بيلعب فين. شويه في الجناح اليمين، شويه في الجناح الشمال. التغيرات والسويتشات كانت كتير قوي، ده بتفقد اللعيب العقليه بتاعته والتمكن في مكانه. زيزو امكانياته في اليمين اكتر، هو بيحب يعدي واحده لوحده ويعمل العرضيه والاوفرلاب. الجزيري كان بيخرج بره المنطقه كتير. لما تخرج انت بره المنطقه والجزيرو فتح الملعب طرف ونيمار فتح طرف، مين اللي هيحط الاهداف؟ ثانيا انت عندك نص ملعب ما بيكملش نهائيا، لا دونجا ولا السيسي بيكملوا. حد يقول لي دونجا والسيسي شاطوا كام كوره النهارده على الجون؟ عملوا كام كوره على الجون؟ اتحرك في كام بينيه؟ ولا اي حاجه خالص. صناع لعب مفيش، عندهم ربط الخطوط ببعضها في الزمالك مفيش، تحرك الدفاع مفيش. الشوط الاول بلوزداد بيعرف يلعب الفرقه، المدرب ده بيقسم الفرقه على فترات. فضل مجرد الزمالك الشوط الاول كله وما خلهمش عملوا هجمه خطيره توحد ربنا. الشوط الاول 0-0 هو ده اللي كان عاوز يوصل له. الشوط الثاني بيلعب على الاخطاء الفرديه للزمالك، دفاع الزمالك متهور. محمد عبد الغني والله ما تصلح يا ابني انك تلعب في نادي درجه ثالثه. سبحان الله، الكره ارزاق والله. بتلعب كره عقيمه، كره متهور، ما بتعرفش تلعب بالكره من تحت. التحامات 1 على 1 بيضحك عليك، متهور في اكتر من مكان وتسيب مركزك وتطلع تقابل في ورا نص الملعب، وده ما ينفعش. محمد عبد الغني عامل مشكله في دفاع الزمالك،
كويس. طارق لسه لاعب ناشئ محدش يقدر يحكم عليه، لسه برضه حماس اللعيبه والقصه دي. نص الملعب السيسي ودونجا انتوا شبه بعض، ما بتتحركوش كويس، مفيش واحد فيكم بيروح زي امام عاشور كده ويطلع وياخد الكوره ويروح ويعدي، بتجروا على الفاضي بتجروا على الفاضي بتجروا على الفاضي. الزمالك ما بيعرفش يتحرك كتله واحده، بمعنى اصح بالبلدي كده عشان حضرتك تفهم معايا انا بتكلم على الزمالك ازاي. المفروض انا عشان اعمل عمليه الضغط ببقى ضاغط، لا اما كومباك يعني حته واحده نتحرك ونرحل بعض، لا اما بنلعب زوم مان تو مان بالبص بالبلدي والتظبيطه الفضيه كده، لا العب واحد مع واحد كل واحد في ظهر واحد، لا اما نتحرك قطعه واحده راس الحربه باثنين الطرفين هيضغطوا من قدام يبقى نص الملعب في ظهره، يبقى الدفاع مترحل على خط نص الملعب يبقى كلنا ضاغطين الفرقه قدام. لا نتحرك كده كتله واحده، لا نتحرك كل واحد في ظهر واحد من لاعيبه بلوزداد عشان نجبرهم يلعبوا الكره العاليه واحنا ننزلها ونبدا نلعب كره على الارض. ده اللي انا افهمه في الكوره. هم نوعين من الضغط، لا اضغط ضغط قوي بطريقه زوم واحد مع واحد، لا اما اضغط بفرقه مترحله على خطوطها الثلاثه، يعني بمعنى اصح الدفاع في ظهر النص في ظهر الهجوم. انما انت بتضغط النهارده ضغط عشوائي، لعيب يجري ورا اللعيب ولعيب، والمشكله الزمالك ما بيضغطش، الزمالك بيحلق، اللعيب يخش يحلق على اللعيب اللي قبله، مفيش ضغط، مفيش شراسه، مفيش لعيب جازز على اسنانه، مفيش لعيب بيجز على اسنانه عشان فلنته عشان التيشيرت عشان الشعار عشان الجماهير اللي جايه ورايا. اللعيبه دي موظفين، لعيبه الزمالك موظفين، اللعيبه دي فقد الثقه، النتائج السلبيه ورا بعض، مشاكل كتير ورا بعض وصلت اللعيبه انها فقد الثقه، مفيش اداء معين، الزمالك ما مش عارفين جمله معينه. طب انت النهارده يا بروف حاولت انك تلعب دفاع وتلعب دماغتهم بالمرتدات، ما عندكش الحته دي، ما كنتش فاهم لك النهارده انت بتلعب الكره للجزيري عشان ينزلها بيلاقي مين جنبيه، زيزو ونيمار شبه بعض، الحته ان الشمال اللي كانت قدامه ابو فتوح ما رفعش اوفر النهارده، لعب لمده 60 70 دقيقه لحد ما اتصاب ما رفعش اوفر لواحد ربنا. عمر جاب الكره اليتيمه اللي طلع فيها في الدقيقه حاجه 60 وراح يعمل عرضيه الجزيري وقع، ردت عليه بضربه جزاء. دونجا انت متايه في الملعب، انت النهارده بتعمل البلنتي ما بيعملهاش عيل في ناشئ مدرسه كوره او درجه ثالثه او درجه رابعه، ايه ترفع ايدك متر فوق ليه يا راجل؟ انت قالب بيه كوره، لما بتتعلم كوره يقول لك يا ابني في التاكلينجات عشان تنزل على الارض وبالذات جوه منطقه الجزاء وتعمل بلوك لاي تصويبه ايدك ورا ظهرك لا اما ايدك قدامك، انت ما عملتش كده، انت رافع ايدك متر فوق، اجبرت الحكم السنغالي انه يحسبها علينا. الدفاع الزمالك بعد ما جه في الجول رجع بروف راح محول التكتيك تاني ولعب ب 4-4-2 فلات. هتقولي ازاي يا حلاوه؟ اقول لك بالمهل وبالهداوه وركز معايا في الشويه دول. حسام عبد المجيد لعب جنب مين؟ كان محمد عبد الغني، راح ناحيه اليمين بعد خروج عمر جابر للاصابه، راح ناحيه اليمين السيسي، والشمال نزل عبد الشافي مكانهم الفتوح بعد اصابه، بقوا 4 ورا، تمام؟ السيسي الدونجا كان نزل رؤى جنبيه و2 مركز 6. يوسف اسامه نبيه لعب جناح يمين، ولعب الناحيه الثانيه في الجناح الشمال مصطفى شلبي، تحت 2 يعتبر راس حربه او راس حربه وشادو سترايكر زيزو والجزيري. طب انت يا بروف زيزو مهارته على الخط في عرضيه في التوغل في بيلنتي في فنت، حطيته تحت الجزيري يعمل ايه؟ زيزو ما بيعرفش يلعب بدماغه، زيزو جوه المنطقه جات له كوره النهارده من عملها له سيد نيمار الشوط الثاني حطها وحش، زيزو فقد للثقه، فقد للشغف، فقد للدوافع، وفقد للمشاكل، كتر مشاكل الفريق، فقد الثقه بنفسه. حطه على الطرف هيعرف يعدي 1 على 1 يجيب فاول يجيب ركنين. ثانيا انت ابراهيم النضاي معاك بره ما نزلتوش، شيكابالا للحلول اخر ربع ساعه ممكن مهاره فرديه اوفرلاب ما زودتش. طب راس حربه تاني انت خسران 1-0 ما عملتش، هتقولي معيش راس حربه، اما سامسونج كولا بيعمل ايه؟ نزل وممكن يعمل حاجه وممكن ما يعملش يبقى انا بقول للجماعه دي صفقاتكم اللي انتوا جبتوها يا اداره، ده صفقتك اللي انت فرضتها عليا وقلت ده راس الحرب الاساسي بتاعك يا اداره، انت رحت اتخانقت. انا بتكلم بقول للزمالك ادارته ومشاكله كلها اداريه من المقام الاول، ده اللي هيترد عليه في الملعب. خدوا يا اداره راس الحرب اللي انتوا جايبينه اتفرجوا عليه، خدوا يا اداره انتوا جبتوا لي ناصر منسي واحمد بالحاج ورحت عاملين لي دروب مع اتحاد الكوره وما سجلتلوش اللعيبه. طب ليه؟ والقيد الافريقي الثاني هيقفل ومش هيسجل في القيد الافريقي بتاعه، وكده اضطر الزمالك يلعب بالقايمه بتاعته منقوصه. طب ليه؟ ايه ذنب الجماهير؟ انا كجمهور ضغط انا ذنبي
ذنبي ان انا اروح ادفع من جيبي واتعب واعرق واروح اتفرج على فرقه اللي بحبها وبتفرحني في الزمن اللي احنا فيه ده، وكم المشاكل اللي احنا فيها دي، وكم الضغوطات دي، عشان اتفرج على لعيبه اللي الساعه ولا الساعتين اللي هتنفس فيهم عن نفسي، الاقيك انت ضاغطني ومضيعني ومبهدلني ومش متفرج على كوره كويسه. طب ليه؟ انا ذنبي ايه كجمهور؟ انا دلوقتي حد يكلمني من اي حته من اداره الزمالك من اي حته يرد علينا ذنبي جمهور الزمالك. ايوه انا راجل اهلاوي، بس انا زي بعضه في الموقف ده وفي القناه دي انا قلت من الاول انا راجل محايد وهتكلم بلسان كل جمهور، انا هحط نفسي مكانه. انا كجمهور زملكاوي ذنبي ان انت عامل لي كميه المشاكل دي. انا مالي انت متخانق مع اتحاد الكره؟ انت رحت دفعت 20 مليون لناصر منسي، ورحت دفعت 4 5 مليون لاسوان، يعني 25 مليون، ما جاتش على 10 مليون بتاع اتحاد الكره ادفعهم له ودخل لي اللعيبه الصفقات دي. رايح تعمل لي فيديو وتبلبل لي وتقول اصل انا اعطيتهم ورقه وقلت لهم روحوا الشركه الراعيه وروحوا مش عارف فين وفي لينا فلوس مش عارف فين انا مالي؟ المفروض تحل مشكلتك من الاول. ادي لك شهر، قال لك بعتنا لك ادينا شهر، ليه تسيب لهم فرصه ان هم يعملوا فيك كده؟ يا عم الناس دي متآمره على الزمالك، انا كرئيس زمالك دلوقتي وراجل ذكي او عارف الناس دي متآمره عليا او لها مشاكل معانا شخصيا او لها مشاكل ان انا زدت فيهم او غلطت فيهم او ليه اسيب لهم فرصه ان يعملوا معايا كده؟ المفروض عليا اخلص اموري اول باول. ايه ذنب جمهور الزمالك من الموضوع ده كله؟ ايه ذنب جمهور الزمالك من العذاب اللي هم فيه؟ بصراحه الماتش ما فيهوش فنيات ان حد يحكي فيها. الزمالك متهلهل في الكوره، الزمالك فرقه تكره الكوره، ما عندهمش كوره بجنيه، عندهم مشاكل اداريه ومشاكل فنيه وتغيير مدرب، وده راح وده جه مكانه وده راح مكانه، محدش عارف حاجه. صراحه ربنا يكون في عون الجمهور فقط لا غير، ولا اداره ولا لعيبه بتقبض فلوس ما بتفرقش معاها، واداره بقضيها عند في عند. قال الله في عون جمهور الزمالك فقط لا غير، وقلب عندكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولنا لقاء في مباراه الاهلي باذن الله. السلام عليكم.